بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله إخوتي أحبابي مع اللقاء 19 من نصائح هامة في عالم الطبخ. خلينا نضع عنوان لهالحلقة اليوم اللي هو دواء في الطعام. دواء في الطعام. مثل ما انكم شايفين أمامكم بهارات عديدة تستخدم في المطبخ وفي الطبخ، ولكن مادتين تنتين مهملات كتير مننا ما بيلقي بال لهم، اللي هن المادة الأولى هي مادة الحلبة، والمادة الثانية هي مادة حبة البركة. يعني أي نوع من أنواع البهارات اللي أنا بحطه ممكن يكون له فوائد وممكن يكون له أضرار. أما هالمادتين هدول إذا أنا وضعتهم بشكل بسيط رح يكون لهم فائدة ورح يكونوا دواء، وما رح يشعر فيهم الشخص اللي عم يتناولهم عن طريق يعني طريقة بسيطة، كتير بسيطة رح نتعلمها اليوم. بجيب كوبين، طبعا لاحظوا معي الكمية اللي أنا رح أحطها من، شوفوا الحبة الحلبة بعد ما تنطحن موجودة في الأسواق. طبعا الحلبة موجودة في الأسواق مطحونة حتى، كمية جدا بسيطة، يعني ما بتتجاوز الملعقة الصغيرة. وضعتها أنا في كأس الشاي. الحلبة عفوا حبة البركة يفضل هرسة عند الاستخدام حتى أخذ الفائدة منها بشكل تام. يعني أنا كل ما بدي أستخدم حبة البركة باخذ وبدقها بالهون حتى أهرسها هرس. الآن طلعوا كمية بسيطة جدا، وضعتها أيضا في الكأس، كميتين بسيطات جدا. الآن ماء ساخن، ماء ساخن، شوفوا الكمية اللي أنا وضعتها، كمية جدا بسيطة ما بتتجاوز نصف الكأس لهالمادة هي، وكذلك الأمر لمادة حبة البركة. الآن بغطيهم، بحضر. إيش لازم أحضر أنا؟ إيش لازم أطبخ؟ رز، شوربة، أي طبخة أنا ممكن هلا حاليا أنا بحضرها تاخذ معي وقت لمدة 10 دقائق أو 15 دقيقة. بعد هالفترة هي أنا رح أحتاج ماء مثلا أضعه في الطعام. بجيب الآن بعد 15 دقيقة مرقت على هالكوبين هدول واللي فيها أخذوا فوائد الحلبة وفوائد حبة البركة. بجيب كأس ثالث، بصفي الحلبة وبصفي حبة البركة. إذن شغلة بسيطة جدا. الآن هذا الكأس اللي عندي أنا هو دواء لأي شخص بتناوله ضمن الطعام، وما راح يشعر بطعمته في الطعام أبدا أبدا، لأنه الكمية جدا قليلة وفوائده جدا عظيمة. خاصة أنه في أحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بفائدة مادة الحلبة وفائدة حبة البركة. إذن أتمنى أن يكون قدمنا نصيحة منسية، خلينا نقول هي دواء، هالدواء البسيط اللي أنا ممكن أستخدمه في أي طبخة من الطبخات بكأس بسيط أضعه في هالطعام هذا دون أنه يشعروا فيها بطعمته، وهو يكون دواء لهم وهن عم يتناولوا الطعام. أتمنى نكون قدمنا نصيحة هامة ونصيحة بسيطة. نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة على طاعة الله. السلام عليكم ورحمة الله.